انا هشام طه. وانا محمد احمد. دي قصه اشهر مطعم مشويات في اسكندريه. كبابجي الوحش من الاماكن اللي عملت ضجه كبيره قوي في اسكندريه اخر كام سنه، سواء بالمشويات او بالبرجر، حتى في برجر الوحش ما بقاش مجرد مكان بتاكل فيه وخلاص، بمثابه مزار سياحي لاي حد بينزل اسكندريه. كل حاجه في المكان بتبهرك، من اول البيوت القديمه في الشارع لحد الاكل المصري اللي مفيش زيه. ايه يا خواجه، انا عايزك تدوق صباع الكفته ده. فيري جود. ركز بقى معايا في الجديد الجاي. يعني دي مثلا كفته ضاني، مش اللي بتبقى ميكس بتلو على شمبري. يعني دي نوع كفته تاني اصلا. كده نوعين كفته صح. يلا اضرب يلا. صح. حلوه. يا لهوي حلو. انا بقي في عصاره في بقي كفته مش طبيعيه بجد والله. دي من طبيعية. احلى 3 كفته كنتهم في حياتي. هي الكفته ما بتاكلش غير كده صح؟ الرز ده ما ينفعش يبرد اصلا، ده رز معمر ومش بالقشطه، مش بالقشطه. ده جواه قشطه. ايه العب. شايف طري ازاي؟ ايه ده طري الطريان. اوبا اوبا اوبا. وشكله مجرم. انا مش ايه محتاج ده؟ قشطه. ده مليان قشطه جدعان. جوه. تعالى لا، هنا بص كده بص. خش جوه. كميه قشطة. دسامه. هو بص. القشطه والكريمه جوه. بص 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 بص. تقول لي حلاوته مع ايه؟ مع طاجن المفترى صح. اديله بطاطس معاها اللحمه، قايل له مش عايز كريمه. بسم الله. في قله ادب بتحصل هنا. استنى بس يا صاحبي، وقف اكل بقى، عشان ده اغرب حاجه انا سمعتها في حياتي. هو ده صدق؟ ده يا جدعان مش صدق، ده ممبار تمام ضاني صاحبي. يلا بينا. محشي لحمه مفرومه صح؟ رز ولحمه مفرومه. خفيف خفيف يعني حلو المفروض قوي. الضاني يبقى تقيل، بس لا خفيف قوي. حته كباب بتلو من بتاعت 6 و6. ازاي؟ انت عارف الكبابيه الحلوه منين؟ خطيره. بصوا يا جدعان، بعيد عن الفيديو، هو دي وجبه اسمها وجبه فرد تمام 190 جنيه، فيها قطعتين مندي مع فته مع صباع كفته، فانا قلت يعني تستاهل ان احنا نجربها. انا اول مره ادوق المندي هنا على فكره. وانا انا مندي خفيف، هو محتاج يتاكل بالفته دي. دي مندي بتلو مش ضاني. فته حلوه قوي. تسبيكة خطيرة. فظيعه. I have to admit that Al Wash is number one in Alexandria.